النهارده يا برو جايب لكم نسخة جامدة جدا، عظمة عظمة. زي ما انت شايف دي خلفية متحركة. تمام. النسخة بتنزل مكان الجي بي. كمان على الآخر النسخة مكونة من باسورد 4 أرقام. تمام. طبعا النسخة زي ما انت شايف خلفيات متحركة، وفي كمان خلفيات تانية زي ما انت شايف كده. تمام. وفي كمان خلفية ثابتة لو انت مش عايزها متحركة. طب لو انت عايزها ثابتة كده تمام، لو انت عايزها بره كمان ثابتة بتدوس على ال3 نقط وبتعمل ريستير واتساب. بس دي بعد ما تختار الخلفية الثابتة من جوه الشات. معنى كده ان الزرار دي بتحدد بره وجوه، الزرار دي بتحدد بره وجوه. بس عشان تشتغل بره لازم تعمل ريستير الواتساب. اي حاجة بتعملها في النسخة لازم تعمل بعد كده ريستارت للواتساب. تمام. طب يا برو، اول رقمين الباسورد وهو 2 0. اول رقمين 2 0. كمل معايا عشان تعرف اخر رقمين ايه هما. تمام. يبقى كده مبدئيا اول رقمين الباسورد هو 2 0. يلا بقى نكمل بقية الشرح. زي ما انت شفت كده جوه في الشات عندك اضافات ساعة ووجه وتذكر. تمام. تمام كده. وعندك هنا كمان ملف، عندك هنا تذكر فايرات. تمام. تذكر اهو مكون من 4 اجسام. تمام. طبعا النسخة من جاية من اخويا المشاغب، نسخة حرفيا جامدة جدا. تمام. عندك هنا زر تحت اوف، تحت هنا دي اضافات الكي ام. تمام. التأثيرات زي ما انت شايف جوه الشات وبره الشات. تمام. كل حاجة شغالة زي ما انت شايف كده اهو. كده يعتبر بوقفهم. تمام اهوت. كده اعتبر بشغل ساعة وديسكو لايت وخط دام. تمام. وعندك حاجات كتير كده. تمام كده. تمام. وعندك برضو لما تيجي تقفلها لازم تنزل السهم لتحت. حاجة مهمة جدا ان المشكلة في دي ما بتنزلش لوحديها. تمام. دي لازم تدوس على الزرار دوت وتخلي السهم يبقى تحت زي ما انت شايف كده. تمام. طبعا عندك هنا قلنا زرار الخلفيات المتحركة. تمام كده. وعندك تذكر فيروس اهوت. تمام. اسم اول. تمام. النسخة ما بتنكش من حاجة وبترمي فيروزات طلقة طلقة حرفيا. عندك اسم تاني، وعندك اسم تالت، وعندك اسم رابع. وجيب لك هنا في الواجهة الساعة زي ما انت شايف قدامك الساعة 9 الا ربع. طب لو انت عايز تلغيها بتدوس كده اي حاجة في الشاشة عشان دي تروح منك. تمام. ممكن تدوس على العلامة الحمراء تلاقي التذكر اختفى زي ما انت شايف كده. تمام. طيب. طبعا نسخة متعربة زي ما انت شايف كل حاجة بالعربي. تمام. عندك تغيير صوت اهو. تمام كده زي ما انت شايف يعني كل حاجة عندك موجودة في النسخة من جوه الشات. تمام. طب نطلع بره بقى كده الشات. عندك هنا تأثيرات بره الشات اللي احنا قلنا عليها اهوت الزرار دوت. عندك هنا خصوص البلاس واضافات الواجهه واضافات الشتات والسوشيال ميديا. وعندك البندات حظ وفك حظ وإثارة متحركة. طبعا عندك هنا برضو قطر المياه. وعن نفس الإضافات اللي جوه الشات عندك بره في الشات. يعني كل حاجة بره جوه. تمام. طب تعالى بقى سيبك من الحاجات دي بقى كده ونخش في المهم. تمام. نخش على إضافات النسخة. طب كده. تمام. متنساش تشترك في قناة التليجرام بتاعته. تمام. عندك هنا قسم زرار الفيروس زي ما انت شايف كده. عندك اضافات حرفيا جامده جدا، انت هتتفاجئ بالاضافات. تمام. طب عندك هنا زر عدم التهنيج زي ما انت شايف زر الغاء اللاج. وعندك كده عشان تخلي نص سريع وما تهنيكش فرز الانمي وما تهنيكش فرز اللوكيشن. وعندك هنا فرز ملفات وفرز مستندات وفرز كتالوج وفرز الكونكتات ومتهنيكش من اي فرز. تمام. وعندك هنا متهنيكش فرز اللينكات ومتهنيكش فرز الميديا. وعندك بتنزل فرز المنشن. تمام. فرز الفيجارد اللي هو الفيجارد دوت اللي هو الكونكتات. تمام. تمام. بس تقريبا ده حاجه وده حاجه، بس ممكن يكون في بين الاتنين واحد اسمه كونكتات والتاني كونكتات. تمام. فممكن اتوقع ان ده كونكتات وفيجارد ده اللي هو اسم كونكت. تمام. ماشي. عندك هنا قص فرز طويل متريكش فرز ويب. وعندك خلي الشات صفر. خلي الشات صفر ده اللي هو معناه تخلي الشات مفيهوش اي حاجه. تمام. ابيض. تمام. هو التعريب بتاعه غير التعريب بتاعي. تمام. عندك هنا ازاي تكراش البوت. وعندك هنا ما تنهكش بوت الاجانب، ما تنهكش فرز البوت تاني. وعندك فيروس بوت جديد. تمام. وعندك هنا فارز البوك بوت. تمام. سلاح الاوامر البوت. وعندك نيرش فارز البوت سلاح بوك بوت دي. تمام. الحاجات دي اللي هو بتاعت قطع النت اللي هو خاص بالقطع النت. تمام. متقلقش فارز قطع النت دي برضو معاهم. يعني انت خلي من اللي تحت دول لهم حاجات تبع قطع النت. تمام. طيب نخرج من هنا ونخش على الاضافات التانية. عندك هنا بقى عرض ايقونة التحديد التلقائي وراك هو. عندك هنا ظهر انهاء الرومات. وعندك عرض مين رفع ادنى ومين نزيم ادنى. تمام. ازالة اللاج من المسجات. لو انت بس بتحس ان في ايرور معاك في المسجات وكده تيجي تدوس هنا تحل معاك. ما تستلمش الرسائل. اخفاء انك استلمت المسج دي تخفاء ان انت استلمت المسج. تمام. حرق النسخة بمكالمة عكس الرسائل. عندك الدردشات. تمام. عندك هنا بقى دردشة مع جيسي ومغلق ادمن فيك اعادة توجيه. اعادة توجيه تبعت الحاجة اكتر من 20 مرة زي ما انت شايف كده جنبيها اكس 20. تمام. تمكين تغيير يعني انت تقدر تغير رقم اعداد الرسالة. اعادة توجيه مرة اخرى. اعادة توجيه عدد مرات اكتر من مرة يعني. تمام. عندك هنا بقى تفاوض التاتش دي بقى اعادة توجيه برضو تاني. تذكر ايفون. توثيق الارقام. اخبار رقم موجودة. تعليق الشات. عندك سجل ريك وانت في كول عادي بتسجل ريكورد وانت بتتكلم في التليفون عادي. تمام. النسخة فيها اضافات جامدة جدا زي ما انت شايف قدامك كده. ازالة حد حرف من الاسم زي ما انت شايف حرف من الاسم. ازالة الحد الافقي من الستايل. تمام. عندك تفريق مشاهدة الستوري.
تفايق وقت مشاهدة الستوري، انت تخلي المشاهدين عندك يزيدوا. تفيك برضو مشاهدة الستوري تالت كده بتخلي العدد عندك يزيد. تفيك مشاهدة الستوري بتخلي الستوري عندك المشاهدين عندك بيزيد. تمام. زيادة عدد الأرقام الوهمي طبعا دي معروفة. واعمل فرز سيام، ده قطع النت كده. تمام. طب نخش على اضافات وممنوعات. طبعا عندك هنا تغيير نيم في الانتاج، تغير اسمك وتغير رقمك وتعمل روبات قديمه، يعني النسخه كمان بتعمل روبات قديمه، يعني حاجه عظيمه جدا. طبعا عندك بتغير النيم بتاعك وتغير الرقم وتقدر تلعب في الالوان بتاعتها. تمام. طيب نخش على قسم الاكواد. دي عندك اكواد بند حظر والمفك حظر ومؤثرة 3 جي. تمام كده. طب يا برو طالما وصلت معايا لحد هنا، خد بقى اخر رقمين من الباسورد وهو 2 4. اخر رقمين هما 2 4. لو ما سمعتش اول رقمين ارجع لورا تاني عشان تسمعه وما تجريش الفيديو. نكمل بقية الاضافات بقى. وعندك هنا تنظيف كلين كاش، وعندك هنا كاستم فاكتور ريكورد. فاكتور ريكورد بتاعك عندك حوالي كذا شكل. تمام. عندك التواصل مع المشغل. تمام. طبعا عندك هنا في الخصوصية برضو حاجات تانية زي ما انت شايف، اخفاء كروت الخلفية المتحركة. دي اخفاء خلفية الكل المتحركة اوراق اهو. وعندك اخفاء المتصل، كل ده احنا عارفينه. تمام. نخش على الواجهة. تمام. عندك هنا سوكت التاج والحاجات اللي بتنزل في الشاشة. وعندك هنا اخفاء القيمة الجانبية اللي هي التسهيلات اللي قلنا عليها اللي هي بره الشات. تمام. وممكن كمان تخفيها من جوه الشات. عندك الزرار ايقونة، كل ده احنا عارفينه مفهوش اي جديد. تمام. تمام. اعمل كارد فيو. ده كارد فيو اللي هو الشكل اللي بره وراك. هو عندك كارد فيو تاني بروفايل ومارشات المجموعة تأكيد. تمام. تعالى بس كده نخش تاني على اضافات الاسم الفارس ونخش على الكارد فيو. دي اشكال كارد فيو الحاجات اللي تحت. تمام. عندك هنا دي في الواجهه في الارشيف. تمام. نختار مثلا اي شكل كده في الارشيف. نختار مثلا الشكل الرابع. تمام. عندك دي في الواجهه نختار مثلا الشكل التالت. ونيجي هنا بقى ايه الشكل اللي هو يكون الرئيسي عند الشتات. تمام. وراك هو مثلا نختار الشكل السادس. تمام. ونرجع كده. تمام. طبعا احنا فعلنا حاجات فلازم نعمل ريستارت الواتساب. نعمل ريستارت الواتساب. تمام. او نعمل ريستارت الواتساب عشان الحاجات اللي احنا فعلناها لازم تتعمل. تمام. تمام. ده الكارد فيو بقولك عليه. ودي شات ميكروفيني اللي هو الارشيف. زي ما انت شايف برضو الكارد فيو موجود لحد الستوري. تمام. طبعا انا كده يعتبر قلت لك كل حاجه في النسخه زي ما انت شايف قدامك كده. يعني انا ما نسيتش قلت لك حاجه، ولو في اي حاجه نسيتها اعتمد انت بقى مع نفسك. تمام. كده كده وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا. ما تنساش اللايك بتاعك وكومنت حلو والاشتراك في القنوات بتاعتنا. شكرا.